السلام عليكم واهلا بكم في قناه حلويات وملاحات. في هذا الفيديو فغادي نشوفوا طريقه عمل بيتزا ايطاليه اصيليه بطريقه المحترفين، يعني بحال اللي كناخذوا من البيتزيريات، فكتجي رائعه جدا. غادي نشوفوا طريقه عمل العجينه الايطاليه الاصيليه، وكذلك طريقه عمل صلصه الطماطم بطريقه يعني جدا سهله وبسيطه وما كتكلفناش الوقت بزاف، والبيتزا كتجينا رائعه جدا. كذلك غادي نشوفوا شكلين من البيتزا، بيتزا مارغريتا، ومن بعد غادي نشوفوا بيتزا بالثوم. فندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير فغادي نحتاجو 250 غرام من الدقيق الابيض اولا الفرص. انايا غادي نخلي لكم المقادير كذلك مكتوبه في صندوق الوصف. غادي نحتاج الماء دافئ لجميع العجين، القليل من الملحه يعني ما نكثروش الملحه، شويه ديال الخميره الفوريه، وكذلك ممكن نعملوا الخميره المعجونه، وعندي معلقه كبيره من زيت الزيتون. فنمر نشوفوا الان طريقه التحضير. فاول حاجه كناخذ الخميره وكندوبها في الماء. هنايا من الاحسن تذوبوها في نصف كاس ديال الماء وتعجنوا، ولا لقيتوا بان خاصكم الماء فتبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. فغادي ندوب انا الخميره كيف ما تلاحظوا هكا في الكاس، وغادي نخليها على جنب. الان غادي ناخذ دقيق نضيف عليه الملح زائد زيت الزيتون، ونجمع العجينه بداك الماء اللي خلطناه مع الخميره. انا كيف ما قلت من الاحسن تبداو يعني تذوبوا الخميره ديالكم في نصف كاس ديال الماء، من بعد تبداو نتوما كتعجنوا نتوما كتضيفوا الماء حتى كتجمع لكم داك العجينه. فانا كنبقى هكا كنجمع العجينه ديالي، وغادي ناخذها ونحطها فوق طاوله العمل. لقيتوها كتلصق فتوضعوا شويه ديال الدقيق وتعجنوها مزيان، خصها تدليك مزيان يعني على الاقل واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نكورها وناخذ نشكلها ككره، وناخذ الاناء فين كنت عجنتها، وغادي ندهنو بشويه ديال الزيت ونوضع فيه الكره ديال العجين، وكذلك غادي ندهنها بالقليل من الزيت. وصافي غادي نغطيها بالبلاستيك غذائي اولا بشي منديل ونخليها تخمر. هنايا الا بغيتو تسرعوا العمليه ديال التخمير ديالها فوضعوها بالفران يكون سخن قبل على 50 او 60 درجه وتخليوها حتى تخمر. دابا غادي ندوز باش غادي نوجد صلصه الطماطم. لهذا خديت الطنجره وضعت فيها القليل من زيت الزيتون، حكيت عليها واحد الضريس ديال الثومه وخليتهم يتشحروا. من بعد غادي نضيف عليها تقريبا 400 غرام من الطماطم اللي كتكون محكوكه، انا شريت هذه معلبه محكوكه. وغادي نزيد معلقه صغيره من الزعتر ومعلقه صغيره من الريحان ولا البازيليك اولا الحبق، ونحرك هادشي مزيان. من بعد غادي نضيف شويه ديال الملحه، ما نكثرش ملحه لحقاش مازال غادي نزيدوا الموتزاريلا كتكون مالحه. كذلك القليل من الابزار كيبقى اختياري، وجوج معالق صغيورين من السكر. وكنخلط هادشي كلشي وكنخلي هاد لاصوص هادي كطيب لي على عافيه تقريبا متوسطه حتى المجهده، تقريبا واحد 15 ديال الدقيقه حتى كتعقد وكتشرب لي داك الماء ديالها. من بعد كنخليها على جنب كتبرد لي بين ما دزت باش نشوف العجينه ديالي. فهنايا العجينه عندي خمرات، كنبدا كنعجن فيها واحد شويه، كنخرج منها داك الهواء ديالها وكنرجع نشكلها كره وكنغطيها وكنخليها ترتاح للمره الثانيه. كيف ما قلت لكم ممكن تستعنوا بالفران باش يساعدكم في ربح الوقت. فمن بعد ما خمرات لي العجينه المره الثانيه كناخذها وكنزولها من الاناء اللي كانت فيه، ولا شتا كتلصق لي فنوضع فيها شويه ديال الدقيق وكناخذها وكنوضعها على سطح العمل. ودائما الا لقينا العجينه كتلصق لنا فنستعنوا بالقليل من الدقيق. فغادي نشكل جوج كويرات من هاد العجينه هادي وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق. من بعد غادي ناخذهم وغادي نبدا نقرصهم كيف ما كتلاحظوا في الصوره. كنبداو نقرصوا الوسط هو الاول وكنخليو داك الجنيبات هكاك طالعين، باش من بعد فين نقرصوا داك العجين ديال البيتزا كتجينا داك الخبيزه رقيقه في الجناب، رقيقه عفوا في الوسط، وفي الجناب تتجينا هكاك طالعه بحال البيتزا اللي كنشريو من البيتزيريات على هذا الشكل هذا. من بعد كناخذها وكنحطها في لاطه تكون مرشوشه بشويه ديال الدقيق وكنخليها على جنب بين ما قرصت العجينه الثانيه. فبنفس الطريقه غادي ناخذها وغادي نبدا نرققها على هذا الشكل هذا. هذه طريقه مزيونه بزاف يعني وسهله، باش كتحصلوا على عجين بيتزا كتكون رقيقه في الوسط وفي الجناب تتبقى لنا طالعه. فكيف ما لاحظتوا كندير يدي بجوج، كنحاول نجبد شويه العجين بين يديا حتى كنحصل على عجينه بهذا الشكل هذا دائريه وكتكون رقيقه بزاف. معروف على البيتزا الايطاليه كتكون رقيقه. فكناخذ هذا العجين هذا وكنحطوه بلاطه ديال الفران، ضروري تكون مرشوشه بالدقيق باش من بعد ما غاديش تلصق لنا.
ودابا غادي ندوز باش غادي ناخد باش غادي نحشيو هاد العجين هذا. غادي نبداو بالبيتزا مارغريتا، وغادي ناخد هاد العجينه وغادي نوضع فيها صلصه طماطم اللي كنا حضرنا من قبل. غادي نحط تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبارين حتى ل4 د المعالق، يعني على حسب اللي بغيتو. وكندير جبنه الموتزاريلا اللي تكون محكوكه، يعني الجبنه الموتزاريلا خاصها تكون شويه بزايد. ومن بعد غادي نوضع القليل من لي طوماط سوريز هكا مقطعين دوائر. وكذلك الا ما كانوش لي طوماط سوريز فممكن نعوضوهم دوائر المطيشه العاديه، ولا كذلك ممكن نكتفيو فقط بصلصه الطماطم. كذلك الا عندكم هنايا الموتزاريلا كتكون طريه فتقطعوها دوائر وتوضعوها، كذلك كتجي مزيونه. فمن بعد كنوضع اوراق ديال الريحان وكندخلها الفرن مسخنه على اعلى درجه 250 درجه، وكنخليها حتى كتحمر وكطيب. وهنايا غادي ندوزو باش غادي نوجدو البيتزا ديال الطون. لهذا خديت العجين ديال البيتزا وضعت فيه صلصه الطماطم ثم جبنه الموتزاريلا ومن بعد الطون اللي مصفي من الزيت. غادي نحتاجو تقريبا واحد العلبه ونصف حتى العلبتين ديال الطون، ولا على حسب كل واحد واللي بغى يدير. من بعد كنستف شويه من الزيتون اسود مع الزيتون اخضر يكون هكا مقطع الى دوائر، والقليل من الريحان ولا البازيليك، وكذلك ممكن نعوضوه بالزعتر اللي هو الاوريغانو. وهذه من بعد ما خرجت البيتزا ديالي من الفران تيجي شكلها على هذا الشكل هذا كتجي رائعه جدا، صدقوني كتجي لذيذه بزاف. فغادي نقطعها هنايا معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي، ولا بعد التقطيع ديالها كيفاش كتجي طريه جدا. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، فما تردوش انكم تجربوها. هذه هي البيتزا ديال مارغريتا، فهكا كيجي شكلها كيف ما كنشوفوا. العجينه كتجينا رقيقه بزاف فكتجي روعه. وهذه البيتزا اللي كنا عملنا بالطون حتى هي كتجينا على هذا الشكل هذا، فكيجيو مزيونين بزاف، كيجيو لذاذين بجوج. وصراحه انا كتعجبني بيتزا مارغريتا على ديال الطون. صافي هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم. كنقول لكم شكرا بزاف لكم على حسن المتابعه، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي وعجبتكم الوصفه ديال البيتزا اللي حضرت لكم اليوم، فما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم تعليقاتكم، وكذلك تشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. شكرا لكم بزاف مره اخرى، بسلامه عليكم، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.